السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة فيديو عن الصنطاية دي. طبعا الصنطاية دي يا جماعة بتبقى زوايا جلدية كده في الحيوانات. ممكن تبقى في البقر أو ممكن تبقى في الجاموس، وممكن تبقى برضو في الأغنام والحاجات دي. الصنطاية دي يا جماعة العلاج بتاعها إن إحنا بنربطها بفتلة كده زي ما حضراتكم شايفين كده من الجدر بتاعها، من عند الجلد بتاع البقرة خالص أو العجلة خالص من ورا، بنربطها بفتلة كده. وطبعا الفتلة بنخليها طويلة شوية عشان كل يومين ثلاثة بنلف الفتلة عليها وبنروح عاملين عقدة أقوى شوية من اللي احنا عملناها قبل كده، لأن طبعا احنا بنخنقها أول بأول. هي كده يا جماعة مجربة تجع خالص أهي، مخنوقة خالص أهيت، يعني فاضل لها يومين ثلاثة، عقدتين ثلاثة كمان وهتبدأ إن هي تجع والجلد عادي هيبقى تمام. مكان المكان هنا هيبقى تمام عادي، مفيش صمت ولا حاجة. الصمت ده يا جماعة هو بتعتبر زوايد جلدية كده يعني، بس طبعا ما ينفعش إن احنا نسيبها لأن هي بتكبر. دي ممكن تكبر تبقى كبيرة كده هو، وممكن برضو إن هي بتنجل في أماكن تانية، فما ينفعش إن احنا نسيبها، لازم نعالجها بالطريقة ديت. في ناس بتبدأ إن هي تقطعها تشدها على طول، والكلام ده بيخلي المكان بتاعها ممكن يعمل نزيف جامد وبتعمل مشاكل عند الحيوانات. وفي ناس بتبدأ إن هي بتجيب حاجة اسمها روح الخل برضو بتحط عليها. فطبعا روح الخل برضو بيبقى عامل زي مية النار كده، بتحرق الجلد او بتاكل الجلد مكان الصنطاية. فأأمن حاجة ليها وأحسن حاجة ليها إن احنا نعملها بالطريقة اللي أنا عاملها ديت، وبرضو ما بتخسرش في حاجة، وبيبقى مكانها طبيعي جدا من ناحية الشعر ومن ناحية كل حاجة، لأن أنت بتبدأ تخنقها ما عادش حاجة بسيطة، هي إن هي تجع ومكانها الشعر عادي اهوت ورا، وبيبقى مكانها عادي الشعر بيرجع لبعضه ومفيش أي مشاكل من ناحية الطريقة ديت. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.